بالصلاة على النبي كده، الله أكبر. غدا يوم العيد، تعالوا بقى معانا. سلقنا اللحمة وعملنا منها شوية شوربة حلوين أوي لأجل نفت فيهم. حطينا عليها جزر وبصل وطماطم و- وورق رورة وحبان وحاجات اللي هي بتاع الشوربة الجميلة دي. ودي الكفتة الجميلة بتاعتنا، عملناها بطريقة سهلة المرة دي أكتر من امبارح وظبطناهم. الله أكبر، عملنا النص كيلو لحمة، عمل كفتة يومين، كمية كمية. لازم تتجربوا الكفتة دي يا جماعة. وعملنا الفتة، بس السرافيز مش عجباني لأنها مليانة قوي، بس بصراحة كانت حلوة قوي قوي. يا رب تجربوها بطريقة تيتا. وحطينا كده السرافيز، شوفوا ما تحسوا انها مش باين فيها الحاجة كده. عملنا بقى الكفتة واحنا بنحمرها، جبنا عشان نجيب لكم عمل التخديعة بتاع التوم التقلية. عملنا التقلية وحطينا عليها بقى خل والطماطم، سبكناها كمية خل كبيرة كده، وحطينا كمان عليها كيس صلصة عشان نكترها، عشان انتوا عارفين الطماطم الأيام دي غالية بقى. حطينا كيس صلصة وحطينا يجي كيلو طماطم، وعملنا صلصة حلوة أوي. وجينا العيش بتاعنا ده من اللي هو بتاع الطوابين العادية، العيش الفرن ده بتاع التموين اهو. مسكناه دهناه زيت وحمرناه تحميرة حلوة قوي. كان طعمه في الفتة بجد وهو متحمر حلو قوي، يعني الحبة التحمير بالزيت دول خلوه طعمه بجد حلو. حمرته وقطعته وروح بقى في عمل الفتة بيبقى حلو. ودي الكفتة اللي كانت فايضة بقى معانا من اليوم اللي قبله. كانت عاملة كمية كفتة حلوة قوي، وما بتاخد سوا أكتر من نص ساعة وتاكلي منها ما تشبعش. حطينا بس شوربة وحبة إيه ومعلقة خدناها من الصلصة بتاعت الدقة دي، خلت طعمها كان حلو قوي. وشوربة دسمة كده وحطيناها، وخدت بقى خليناها شربت كل الصلصة دي، المية دي، الشوربة قصدي، وما خليناهاش تبت فيها ولا ندعة. حطينا لها كمان معلقتين زيت من بتاع التحمير، بتخليه يفتح كده، تبقى مفتحة وحلوة كده. شوف خليتها نشفت خالص ازاي، وطعمها بقى حكاية بقى. تدوقيها ما تشبعيش منها. كلت منها وبقول لكم شايفين قد ايه مفتحة من جوه وجميلة. بجد كانت حلوة قوي قوي بقى، انا قاعدين ناكلها حياة. عملنا شوية رز جنب الرز المعمر صغيرين، بيض والله فاضوا زي ما هما. وسخنا الرز المعمر اهو، حتى في حتة فرخة بايتة، وحطينا شوية مية صغيرين كده عليه وتسقوه على نار واطية قوي وتسخنيه أكنه لسه معمول. شوفوا الشوربة بتاعتي عاملة ازاي حلوة. حب الشوربة بقى حلوين قوي. أنا جايبة اللحمة جت حمرا، والله لما صلى على النبي دول 2 كيلو ونص. وشوفوا عاملين حبة قد ايه. بس اللهم صل على النبي، الأكلة ما كانوش كتير يعني، وفاضت الحمد لله. عملت طماطماية وبصلاية، ورحت بقى حطيت عليهم كمان ايه، فلفل اسود وحبهان وجوز الطيبة. ورحت ماسكاهم معاهم كمان بقى حتة تومة من الدقة دي، وحطيتهم لك بعد ما حمرت اللحمة تحميرة حلوة على اللحمة، وخليت اللحمة شربت الحبة الحاجات دول أكن لحمة مشوية من غير على الفحم. وبعد كده رحت بعد ما شربت كل الخلطة الحلوة دي، رحت مولعة حتة فحم وحاطة عليها نقطة زيت في طبق ومغطية عليها، وسبتها شربتها بقى. الله أكبر، طلعت الريحة بتاع الفحم في اللحمة كمان. وتعالي بقى كل أجمل لحمة مشوية أكنك شوياها على الفحم، ولا تستعبي وتقعدي تقلبي ولا تعملي حاجة. الحتة الفحم خلت ريحة اللحمة فيها طعم المشوية مع الخلطة اللي بعملها دي، وتسيبها تنشف خالص في الخلطة دي. تعالي بقى هاتي حتتين زبدة كده، وتعالي معايا بقى نعمل الفتة. الله الله على فتة تيتا وجمالها، نفسي تجربوا فتة تيتا يا جماعة. العيش اللي محمرينه اهو، اللهم صل على النبي، كنت محمرة يجي 7 ترغفة.
ورحت ماسكاهم بقى هرياهم وحطاهم مقلبهم في الزبدة دي تاني، ورحت بقى ايه حطالك الشوربة، تاكلي بقى من الفتة دي. شوفي الشوربة بقى دسمة كمان، يعني دسمة كويسة جدا، حتى انا شوفوا الدسمة بتاعتها ازاي. الشوربة بتاعتنا ديت بقى كانت شوية شوربة حلوين قوي. وشوفوا بقى الشوربة كتير في الفتة ازاي. ولازم تغلي الفتة بتاعتك علشان تاكلي فتة على حق، مش تاكلي عيش مبشنن. كلي الفتة على حق لما تعملها على طريقة تيتا دي. سيبي فتتك تستوي 3 4 دقايق بتغلي كده، وتغلي تغلي، تقوم الفتة ما تعجنش، تلاقي الفتة كده العيش بتاعها بشد ويطرى، يشد ويطرى. اللحمة شوفوا بقت ناشفة خالص ازاي. بالصلاة عليك يا نبي، الأكل كان حلو قوي بجد، يا رب بألف هنا وصحة للي كله. وحطينا شايفوا الفتة بقى حتت بتعاند بوزها ازاي من كتر ما بقت الحتة ماسكة نفسها، مش بشننت، الحتة بقت ماسكة نفسها. اللي يقولوا لي بالعيش بيستوي والعيش لما يتغلي يبشنن، لا، العيش لما يتغلي يشد كده ويبقى أكله حلو. فتة سوي الفتة تاكلي فتة. غرفناها بقى في سرفسين كبار كده، وحطينا على الرز المعمر، الله على كام دول شوية أكل بقى، بجد بألف هنا وصحة، كانت حاجة حلوة أوي أوي. حطينا بقى كمان حتى بعد ما حطيت معلقة رز كده من التاني، قلت خليه بقى ونكمل رز معمر أحسن. رز المعمر كان حلو أوي اليوم اللي قبله يا جماعة. وجينا بقى ايه حطينا رصنا اللحمة. الغلطة بقى الوحيدة ان السرافيس بقى ايه اتملت قوي كده، كانت مش باين بقى شكلها ان انت عاملة سرافيس بقى بجد حلو. هي اي نعم كانت الاكل حلو وطعمه حلو، بس كنت حطيت بقى في صينية واسعة اكتر ولا في سرفيس كبير عن كده. بس انا قسمتهم علشان ايه يبقوا محطوطين بقى قدام كل شوية سرفيس يعني. كنت اللهم صل على النبي، السرافيس كبيرة، هي مش باينة انها كبيرة بس السرافيس كبيرة يعني. ورحت بقى شوية الرقاق اللي حمرتهم معاكم في الفيديو اللي قبله، شايفين المنظر؟ الله الله على الحاجات الجميلة. شوفوا المنظر عامل ازاي. والله كانوا شوية، انا قعدت انقي فيه واكل فيه في الاول كده من غير ما احط عليه غمون. كان طعمه حلو، ده بقى فعلا مقبلات حلوة قوي قوي. طريقة الرقاق دي كانت حلوة جدا، ويا رب تعملوها وجربوها. هنزلها لكم النهاردة تاني يوم العيد، وهعمل لكم، والله عامله لكم فيديوهات حلوة قوي. يا رب شجعوني ومتنسوش اللايك، وكل سنة وانتم طيبين. ودي بقى أكلتنا بتاع العيد. شوفوا الصلصة جميلة ازاي.